قامت جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مؤتمر بعنوان شكرا تركيا، والذي أقيم في العاصمة التركية اسطنبول يوم الجمعة الماضية بحضور العديد من القيادات الإخوانية أو المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من كافة أنحاء العالم. وفي هذا المؤتمر قامت القيادات الإخوانية بإصدار العديد من التصريحات العنترية حول تركيا الإسلامية والرئاسة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان سلطان المسلمين وما إلى ذلك من تصريحات. وهذه التصريحات يعلم الجميع أنها لا تنطبق على تركيا العلمانية ولا على أردوغان، ففي النهاية حزب العدالة والتنمية حزب ديمقراطي علماني كما يقول دائما أردوغان وكافة القيادات. وللأسف تصر جماعة الإخوان المسلمين على تضخيم هذه المسألة وإعطائها شرعية إسلامية. على كل حال، تعالوا بنا نستمع إلى جزء بسيط مما صدر في هذا المؤتمر الطويل ثم نعاود للتعليق عليه. من عاصمة الخلافة، من مهوى الأفئدة، من اسطنبول. وشكرا لتركيا حيث نجد لها في كل قضية عربية وإسلامية بصمة وموقف عظيم. شكرا تركيا. تشكرلار تركيا هو عنوان هذا الاحتفال العظيم، هذا اللقاء البهيج هنا من مختلف الجاليات العربية والمسلمة. نجتمع في اسطنبول عاصمة الإسلام سابقا وعاصمة الإسلام حاليا وعاصمة الإسلام مستقبلا، ونقول يا الله ونقول الله أكبر. وقام أتراك اليوم قاموا بالدفاع عن الإسلام. من ذا الذي ينكر وقوف ذلك السلطان العظيم الذي يسميه الناس رجب الطيب أردوغان؟ من ذا الذي يستطيع أن يقاوم هذا السلطان العظيم، سلطان المسلمين، سلطان الأمة، الذي يدافع عن أمة الإسلام بكل قوة باسم الإسلام، باسم القرآن، باسم السنة، باسم العقيدة، باسم الشريعة، باسم الأخلاق، باسم الأحكام والشرائع والعقائد والأخلاق الإسلامية كلها. يتحدث رجب الطيب أردوغان، يتحدث عن الإسلام، لا يتحدث بالكلام ولكنه يتحدث بالأعمال، بالتضحيات، بالجهاد، بالوقوف أمام القوى الطاغية ليقول لا بملء فيه، لا باسم الملايين، باسم 1,700,000,000 مسلم هم أمة الإسلام في العالم. كما سمعتم هذه الأوصاف وهذه التصريحات التي لا تنطبق على تركيا، ولكن المفاجأة أن حزب العدالة والتنمية لا يعترف بهذا الكلام أصلا ولم يصرح به لطمأنة الغرب على علمانية تركيا. ولذلك فإن عمر فاروق مستشار رئيس الوزراء التركي علق على هذه التصريحات خلال لقائه على قناة الحوار، ونفى تماما كل ما يقال بهذا الشأن، بل اتهم هؤلاء الإخوان بأنهم يريدون إفشال الديمقراطية في تركيا كما أفشلوها في بلادهم. هيا بنا نستمع إلى هذا التعليق الذي يحسم الجدل حول هذا الأمر، لعل جماعة الإخوان المسلمين تتوقف عن هذا الأمر مستقبلا وتدرك أن تركيا لا تنطلق من ثوابت إسلامية وإنما إنسانية، ولذلك نطالبهم بتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية. ونصيحة أخيرة لكل قيادي إخواني: لا تكن ملكيا أكثر من الملك. فلنستمع إلى الفيديو ونترك لكم التعليق على هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط أريد أن أشير إلى نقطة أعتقد أنها مهمة. من يريد أن يساعد ويخدم لمصالح التركية من إخوتنا العرب أتمنى أن لا يتجاوزوا سياسة حزب العدالة والتنمية. هناك نعرات، شعارات أكثر بكثير من حجم تركيا من عند بعض الإخوتنا العرب، وبالتالي هذا يجعل بعض الأصدقاء الغربيين يخافون من تركيا أكثر من اللزوم. تركيا دولة
وطنية في نهاية المطاف، دولة ديمقراطية وستبقى ديمقراطية، ولن تتجاوز معايير الإنسانية ومعايير الدولية وما إلى ذلك. لذلك يأتي بعض الأطراف صغيرة ربما يطلق بعض الشعارات أن كذا، أنه كأن تركيا كذا، أن تركيا هذا، وهذا تكون مرعبة. أصلا هذا المشروع الذي هو نادى به هذه المجموعة قد فشل وأفشل المشروع الديمقراطي في بلده، والآن لا أريدهم أن يفشلوا مشروع ديمقراطية في تركيا. وصلت كل الرسائل أستاذ عمر اليوم للجميع يعني. شكرا لوجودك معنا أستاذ عمر فاروق قرقماز، مستشار رئيس الوزراء التركي لشؤون العالم العربي، شرفتنا.